الله وبركاته. معاكم أحمد سالم في حلقة جديدة من حلقات شرح دبلومة الأيفرز 2025. المرة اللي فاتت كنا خدنا معيار أيفرز 15 اللي بيتكلم عن الريفينيوز، ولكن كنا وقفنا عند جزئية معينة وهي اللي كانت بتتكلم عن طريقة الاعتراف بالإيراد، واللي احنا كان عندنا فيها طريقتين: الانبوت ميثود والاوتبوت ميثود. وكنا اتكلمنا عن الطريقتين وقلنا انه الانبوت ميثود مينلي او الاوتبوت ميثود بيتم استعمالهم في سيكتور الريل استيت، باختلاف طبعا سياسه الشركه. يعني امتى بنستخدم انبوت او بنستخدم اوتبوت، ده الموضوع في النهايه راجع لسياسه الشركه. قبل ما نتكلم عن الانبوت او الاوتبوت، خلينا كده نريكاب بسرعه. احنا كنا اتكلمنا المره اللي فاتت عن مجموعه من التعريفات، يعني ايه ريفينيو، ويعني ايه الريسيفبلز، وايه الكونتراكت اسيتس والكونتراكت لايبيليتي، واتكلمنا سبب ظهور معيار ايفرس 15، واتكلمنا عن الفايف ستيب موديل اللي هو اهم حاجه تبقى عارفها في المعيار، اللي هي على اساسها اصلا المعيار ده اتوجد. انا امتى بعترف بالايراد؟ في 5 ستيب موديل. قلنا طبعا اول حاجه ان احنا بنايدنتيفاي الكونتراكت، وخدنا تفاصيل جوه الايدنتيفاي الكونتراكت، انه لازم يبقى ليه كوميرشال سبستانس، ولازم ممكن يبقى فيربال، ممكن يبقى ريتن، ان لازم الطرفين يبقوا عارفين الاوبليجيشنز بتاعتهم، ان واحد عليه التزام والتاني عليه ان هو يدفع الفلوس، فكل واحد عليه اوبليجيشن لازم يوفيه، وانه الطرفين لازم يعملوا ابروفلز على الكونتراكت. وبعد كده رحنا للبرفورمانس اوبليجيشن، وقلنا ان البرفورمانس اوبليجيشن ده لازم يكون البرفورمانس اوبليجيشن ده لازم يكون واضح وسيجريجيتد او منفصل، سيبريت عن لو في اكتر من برفورمانس اوبليجيشن جوه الكونتراكت. واتكلمنا بعد كده عن الترانزاكشن برايس، قلنا ان الترانزاكشن برايس ده ممكن السعر يكون فاريبل كونسيدريشن، ممكن يكون متغير، ده اكوردنج لاوفرز معينه بتتقدم من السبلاير للكلاينت، او ممكن يكون في significant فاينانس كومبوننت، مكون تمويلي، وده في حال انك انت النهارده بعت الحاجه للعميل بتاعك، ولكن خدت ثمنها باكتر من قيمتها على نظام تقسيط. فالفرق السعر ده قلنا ساعتها ان هو بيسجل كانترست انكم. وبعدها رحنا للالوكيشن الترانزاكشن برايس مع البرفورمانس اوبليجيشن، واخيرا اتكلمنا عن الريفينيو ريكوجنيشن. وقلنا ان احنا النهارده في الاعتراف بالايراد ده اما بعترف في لحظتها at the point of time، او بعترف بالايراد على مدار فتره زمنيه معينه. وقلنا ان الاوفر تايم ده جواه مجموعه من الشروط اتكلمنا فيها المره اللي فاتت، وكنا وقفنا عند الايه الانبوت ميثود والاوتبوت ميثود. وقلنا ان الانبوت ميثود دي مني بتستخدم ان احنا بنقول النهارده انت راجل شركه عقارات، صرفت خامات واشتغلت مثلا، طلعت مستخلصات ب 30% من اجمالي العقد، خلاص يبقى انت هتعترف بتكاليف ايه 30% تنزل بيهم كايراد. تمام. نفس الكلام في الاوتبوت ميثود، بس هو اللي بيفرق الانبوت عن الاوتبوت ان الانبوت بتشتغل على التكلفه، ان انت النهارده بتشوف وبناء عليها تطلع منها الايراد، يعني انت بتقيس ايرادك على تكلفتك. اما الاوتبوت ميثود هو بيشتغل على الاعمال المعتمده، الورك سيرتيفايد، على اجمالي الايه الكونتراكت برايس. تمام. انت نفذت النهارده قد ايه من اجمالي العقد. والموضوع بيرجع للسياسه بتاعت الشركه ذات نفسها، انت مش هتقدر تحكمها. يعني انت مفيش طريقه معينه الشركات ماشيه وراها، لا، هو الموضوع في النهايه بوليسي يعني. واتكلمنا عن البوينت اوف تايم، ات بوينت اوف تايم، ان انت النهارده خلاص سلمت المنتج الخدمه، خلاص بتنزل بتعترف ايه بايراد على طول. وكنا وقفنا عند حاجه اسمها الميجر اوتكم، ازاي انا بقيس النتائج بتاعتي. قال لك هنا ان الانتيتي must be able to reasonably measure the outcome of performance obligation before الايه the related revenue can be recognized. يعني ايه الكلام ده؟ هو بيقول لك ان المؤسسه لازم تكون قادره تقيس نتائج الايه الاداء بتاعها قبل ما تعترف بالايراد. يعني قبل ما تروح تعترف بالايراد لازم تشوف هل انا لما اجي هدخل البروجكت ده انا قادر احدد الالتزام اللي عليا ولا لا، وبناء عليه هقدر اعترف بالايراد ولا لا. انت النهارده داخل حاجه مش عارف هتحملك تكاليف قد ايه، ومش قادر تحصر الموضوع هيجيب لك مكاسب قد ايه، فبالتالي انت ما ينفعش تروح في حاجه انت مش عارف هي هتعمل لك ايه، او في المستقبل هتمشي فيها ازاي.
فانت النهارده هتروح تعترف بايراد بحاجه انت مش عارف هتكلفك قد ايه عشان تجيب لك الايراد ده. فدي اللي هي الفكره، البوينت الاولانيه. الحاجه الثانيه بيقول لك ان الانتيتي may not be possible، تمام، ممكن ما تبقاش قادره to reasonably measure the outcome of performance obligation in the early stage of contract. ممكن تبقى في البدايه، في بدايات العقد، تمام، مش قادره في المراحل الاولى من العقد ان هي تحدد البرفورمانس اوبليجيشن ده. وارد جدا ان هي ما تبقاش في البدايه قادره تحدد الكلام ده. قال لك ولا تتوقع ان هي هتعرف تسترد التكاليف. قال لك ومع ذلك قال لك ايه، قال لك ان but the entity expected to recover the cost incurred، لكن هي متوقعه ان هي تعرف تغطي التكاليف بتاعه المشروع in these circumstances. في الظروف دي او في الاحوال دي، هنا revenue is recognized only to the extent of costs incurred. بمعنى ان انت هتعترف بالايراد فقط اللي يغطي تكاليفك اللي انت اتحملتها. ده بالنسبه للايه، الميجر اوتكم. ندخل على الجزئيه اللي بعديها اللي بيتكلم فيها عن الكونتراكت كوستس. هنا ايه هي تكاليف العقد دي؟ قال لك والله تكاليف الحصول على العقد دي، قال لك ان هي زي انكريمنتال كوست. كلمه انكريمنتال يعني اضافيه او زائده، تمام، اوف اوبتيننج الكونتراكت، عشان انا احصل على عقد معين. انت النهارده راجل زي ما قلنا ديفلوبر، بتبيع شقق، تمام، عندك بروجكت في مكان معين، ايا يكن البروجكت ايه، خلاص، فبتسلم يونتس معينه، عندك تيم سيلز عايز تبيع، عايز تدخل في ستيج اللي بعديها، او تشتغل في اكتر من فيز عشان تكبر وتحقق فلوس كتير. زي ما احنا عارفين طبعا اللي هو حوت المجال ده هو طلعت مصطفى، كان بايع الكوارتر اللي فات ب 100 مليار، تمام، دي يعتبر داون بيمنتس يعني. anyway، خلينا نرجع للجزئيه اللي احنا بنتكلم فيها، انه انت النهارده بتدفع سيلز كوميشن، تمام، ار ريكوجنايزد از ان اسيت تحت بند الاذر ديبت بالانس في الايه، في النون كارنت اسيتس او في الكارنت اسيتس على حسب الاماونت عامل ازاي. قال لك if the entity expected to recover this cost، يعني انت طالما انت الشركه قادره ان هي او متوقع ان هي هتكفر التكاليف دي، قال لك تنزل بها كاصول مش كمصاريف. طيب قال لك انت النهارده عشان تحمل التكاليف دي اللي جوه العقد دي وتعترف بها كاصول، في مجموعه من الشروط او الكرايتيريا اللي لازم تتحقق عشان تقدر ان انت تعترف بيها كاصول. اول حاجه the costs related directly to an identifiable contract، بمعنى ان التكاليف تكون مرتبطه بشكل مباشر بالعقد. زي ايه؟ زي تكاليف العماله، زي ما احنا قلنا سيلز كوميشن، ما هم الموظفين دول شغالين، دي فلوس انت مرتبات بتديها لهم، العموله، خلاص، فدي دايركت اهي، دايركت كوست. خلاص، الخامات، المانجمنت كوست، تكاليف اداريه، الخامات اللي انت بتجيبها عشان تبني والكلام ده كله، كل دي بتدخل كاذر ديبت بالانس او بتدخل كاسيت. وبعد كده في الاخر بتروح عامل ايه، قافل الاسيت ده في البروجكت بقى لما تخلص يعني. The cost generate or enhance resources to the entities that will be used in satisfying or continuing to satisfy performance obligation in the future. بمعنى ان انت النهارده التكاليف اللي انت بتتحملها عشان تقدر ان انت بتحسن اصول الشركه او ان انت تنفذ الالتزامات اللي عليك. اخر حاجه ان الكوست ار اكسبكتد تو بي ريكفرد، الكوست ار اكسبكتد تو بي ريكفرد، ان انت النهارده التكاليف دي قادر تغطيها. قال لك في اخر حاجه ملحوظه كده، ان التكاليف اللي انت بتسجلها كاصول دي بيتم عمل امورتيزيشن ليها بطريقه تتناسب مع نقل السلعه او الخدمه. يعني انت كل ما تقدم جزء من الخدمه او السلعه اللي عليك للعميل، تبدا تامورتايز الايه، الاسيت ده، تخفض قيمه الاصل وايه وتقلله. دي الفكره اللي هو عايز يوصلها لك في الحته دي، ان انت بتبدا ان انت تامورتايز الايه، التكاليف اللي انت حملتها كاصول، تمام، انك انت تقفلها في الايه، في التكلفه وتخفض بيها الاصل. خلاص، دي هي الايه، زي فكره الديبريشيشن عادي، ان انت بتقول ديبت الديبريشيشن اكسبنس، كريدت الاكيوميليتد ديبريشيشن، هو كانه اسيت عادي بيتعمل له كود اهلاك عادي، مفيش اي مشاكل، تمام. طيب في هنا اكزامبل، احنا قلنا طبعا لسه هنعمل حلقه كامله عن حل الاسئله، فاحنا النهارده احنا لسه بنشرح المعيار، فمش هندخل في حل اسئله دلوقتي خالص. هندخل على مجموعه بوينتس كده او تايب اوف ترانزاكشن، دي اللي هي الكومن تايب اوف ترانزاكشن، ودي اخر جزئيه عندنا في المعيار هنتكلم فيها ان ديتيلز. هو عندنا اول حاجه بيتكلم عن الوارنتيز، وبعد كده هيكلمنا على حاجه اسمها السيلز ويز رايت تو ريتيرن، انك تبيع مع حق اعاده انك انت تشتري تاني الحاجه اللي انت بعتها.
البرنسبل فيرسز الايجنت، مين هو الاساسي ومين هو الايجنت، تمام، اللي هو زي ما بنقول اللي هو الوكيل، تمام، الكونساينمنت ارانجمنت، واخر حاجه البيل اند هولد. حاجات لذيذه جدا ان شاء الله هنتكلم فيها ان ديتيلز. تعالى نبدا اول حاجه بالوارنتيز. طيب هو طبعا في الريبيرشز اجريمنت هنتكلم عنها كل ده ان ديتيلز دلوقتي. طيب الوارنتيز عندنا في نوعين من الوارنتي. الاوبشنال وارنتي اللي هو بيرشيز سيبريتلي، اللي انت مش مجبر انك انت تحصل عليه، ده بيبقى طلب منك انت ككلاينت. وفي الوارنتي الثاني اللي هو بيبقى تحت، اللي هو زي ما بنقول عليه كده اللي هو ضمان ضد عيوب الصناعه وكلام من هذا القبيل. يعني انت النهارده خلاص في بروتوكول معين ان انت النهارده المنتج اللي انت بتبيعه لازم يكون معمول ونازل عليه ضمان لحد فتره معينه، خلاص. فهنا ده مش اوبشنال، لا ده النهارده ده ضمان انت مفروض عليك من قبل الايه الجهات الحكوميه. قال لك the warranty is required by law that doesn't give rise to BO and the warranty is accounted. هنا النوع ده من الضمان، تمام، انت لازم تعترف بيه او بتحطه عندك كالتزام اكوردنج لمعيار ايه اي اس 37 اللي هو الخاص بالبروفيجن المخصصات اللي لسه ايه هنروح له. اما الاوبشنال قال لك ده نوع من الضمان العميل يقدر يشتريه بشكل منفصل عن المنتج الاساسي. يعني انت النهارده اشتريت جهاز خلاص والشركه بتقول لك ممكن تاخد ضمان 6 شهور زياده على الجهاز ده، لو حابب نضيف لك الضمان ده هتدفع مبلغ معين، مبلغ وقدره. فهنا ده بيتعالج كخدمه منفصله عن المنتج وبيعترف بيه كالتزام فاينانس يعني، او ده لايبيليتي عليك بمجرد ما الشركه بتوصل للفتره اللي بتقدم فيها السيرفيس دي تبدا تامورتايز الايه اللايبيليتي ده. وهنشوف مثال دلوقتي، يعني هنشوف مثال دلوقتي. لو انت النهارده اشتريت لابتوب معاه عرض ضمان اضافي لمده سنتين بمقابل مني، قال لك الضمان ده هيتحاسب عليه لوحده. خلاص انت هتشوف السنتين اللي هتبدا تحسب فيهم، هتسجل عليك الالتزام. يعني وليكن الضمان ب 10، اللابتوب ب 10 وضمان ب 2000، يعني 12000. انت الضمان ال 10 دول هتنزل بيهم كايراد، اما ال 2000 لا، انت هتقول طبعا ديبت الاي ار بال 12، كريدت حاجتين، ريفينيو ب 10 و لايبيليتي بال 2000. اول ما تبدا السنتين اللي هيحصل فيهم الضمان مع او لو من تاريخ الشراء خلاص، يبقى انت اول كل شهر يخلص تقلل الايه اللايبيليتي اللي عليك في الايراد، تقول ديبت اللايبيليتي كريدت الايه الريفينيو وهكذا. دي فكره الايه اللي هو الورانتي اللي بنقول عليه اوبشنال او اضافي، تمام. اما الضمان بقى العادي اللي هو غير قابل للشراء بشكل منفصل، قال لك ده بيجي تلقائي مع المنتج ومش بتشتريه بشكل مستقل، وهنا مش بيتعامل كاداء منفصل وده جزء من سعر بيع المنتج. وهنا ده بينطبق عليه ايه زي ما قلنا بنعمل له بروفيجن مخصص عادي خالص، مخصص ايا يكن مسماه ايه، ولكن هنا هو بيخضع تحت حساب المخصصات اللي هو معيار اي اس 37. ده كان باختصار شديد فكره الوارنتي. هو هنا مديك مثال بيقول لك شركه، تمام، الشركه دي باعت مكنه لعميل ب 196000. قال لك انه الستاند الون سيلينج برايس اوف ذا ماشين ده سعرها الخاص بيها. قال لك ذا سيلز كونتراكت انكلود وارنتي ذات بروفايد اشورنس ذات ذا ماشين كومبلايز ويز اجريد ابون سبيسيفيكيشنز. قال لك والله انه عقد البيع ده بيتضمن ضمان، تمام، اللي هو ايه الخاص بيه زي ما قلنا لعيوب الصناعه والحاجات اللي هي ليها علاقه بالايه بالحكومه واللو والكلام ده كله. and will operate as promised for 1 year from the date of purchase. وهيطبق من اول سنه من تاريخ الشراء. قال لك as a customer represent new business to premier companies، ان ده عميل جديد عند الشركه. قال لك بتعرض عليه ان احنا نديك ضمان اضافي بس بدون تكلفه which guarantee machine will operate as expected for future 6 months. هنديك يا عم 6 شهور من عندنا كادو بس مش هتتحمل تكاليفهم، لكن هم في الاصل هم تكلفتهم قد ايه؟ $4000. تعالى بقى كده يعني نفكر في الموضوع. احنا قلنا النهارده عندنا المكنه ب 196 سليم، عندنا المكنه ب 196.
وعندك ال 4000 لو احنا جينا النهارده نحسبها على اكسل كده. خلاص انا عندي الماشين، تمام، المكنه لوحديها عامله كام؟ المكنه لوحديها عامله 196. حلو. طيب الضمان عامل كام؟ الضمان عامل 4000. طيب يعني انا عندي اصلا البرفورمانس اوبليجيشن اللي هو المكنه ب 196، والبرفورمانس الثاني اللي هو الضمان بال 4000، يعني انا العقد كله عندي عامل 200. طيب ده في الحاله العاديه. طب لو احنا عايزين نويت الحاجات دي، ما انت كده كده لازم تويت عشان تبقى عارف الحاله الجديده اللي هو حكاها لنا في الاخر دي، لما قال لك احنا هنديله الضمان ببلاش. طب انت النهارده الضمان ببلاش حلو جدا، بس انت في دفاترك لازم تعترف بالضمان ده. انت عملت اوفر، ده شغل ماركتنج ملناش دخل بيه، لكن انت في دفاترك لازم تبقى عارف الضمان ده بيمثل قد ايه. الحته اللي كنا بنقول فيها الالوكيشن، هو الالوكيشن دي هنا ده دور الالوكيشن، انك انت بتعمل ويتس لكل بيرفورمانس اوبليجيشن جوه العقد. فهنيجي نقول ال 196 على ال 200 بتمثل كام في المية؟ قال لك 98%. ويبقى ال 2% اللي هم الباقيين اللي هم بتوع الضمان. حلو جدا. طيب انت النهارده العقد بشكله الجديد هل هو يمثل ال 200,000؟ قال له لا. قال لك لا. قال لك العقد بشكله الجديد هيعمل 196 فقط توتال. طيب توتال معناه ان الماكينه بقت بكام دلوقتي؟ الماكينه بتمثل ال 196 في 98%، فاصبح سعر الماكينه الجديد 192 0.80. خلاص. والضمان بيمثل 2% من ال 196، يعني بيعمل 3,920. فاصبح ان التوتال النهارده توتال العقد كام؟ 196. فانت النهارده لما تيجي بقى تعمل الكود بتاعك هتقول ديبت الاي ار بال 196، كريدت الريفينيو ب 192، ولايبيليتي بال 3,920، ولما يبداوا الست شهور تعمل امورتيزيشن لل 3,920. ده كان باختصار شديد الجزئيه بتاعت الضمان، مع مثال عملي عليها، وهو ده اللي عمله هنا اهو. نفس الشرح اللي احنا لسه كنا عاملينه على الاكسل، ان هو جاب الستاند الون سيلينج برايس في حاله الماشين السيرفيس، وبعد كده بدا يويت اللي هو الالوكيشن اللي احنا كنا بنقول عليه. بعد كده خدنا التسعيره الجديده، فان كيس انه ايه، انه قال لك ال 4000 دول فور فري، يا عم ماشي فور فري على عيني وعلى راسي، ده شغل ماركتنج، لكن في دفاترك انت لازم تعرف الضمان ده بيمثل قد ايه في التسعيره الجديده في حال ان الضمان مش موجود. وهكذا بقى كل الفواتير والعقود اللي بتيجي لازم نمشي بنفس الكونسبت، لازم نمشي بنفس الايه، بنفس الكونسبت. طيب عندنا سيل وذ رايت اوف ريتيرن. ايه فكره قال لك البيع مع حق الارجاع. قال لك انت النهارده لما الشركه تيجي تبيع منتج، خلاص، وبتدي العميل حق انه يرجعه خلال فتره معينه، زي بيبقى موجود كده في الفواتير. قال لك معاك 14 يوم تقدر ترجع فيها المنتج، ايا يكن انت نزلت اشتريت تيشيرت، بنطلون، ايا يكن جهاز كهربائي، لازم يكتب لك المقوله دي على الفواتير. خلاص. فقال لك هنا الشركه ما تقدرش تنزل بالايراد ككل او تعترف بالايراد كامل في ساعتها. ليه؟ لانه وارد جدا العميل يرجع الحاجه. في دايما مرتجعات، عشان كده كان احنا في عندنا حساب في البي اند ال اللي هو ايه، حساب المرتجعات. خلاص. مردودات المبيعات، تمام، المبيعات داينه ومردوداتها مدينه. خلاص. وهكذا، والمشتريات مدينه ومردوداتها داينه. ايا يكن، يعني مش هو ده الكونسبت، بس زمان كنا بنتعلم الكلام ده في ايه، في كليه التجاره يعني. طيب المعالجه المحاسبيه. قال لك اول حاجه عدم الاعتراف بالايراد المتوقع ارجاعه. لو الشركه عارفه او متوقعه، تمام، انه في نسبه من المنتجات دي هترجع، خلاص قال لك يا باشا ما تعترفش بالايراد المرتبط بيها. ليه؟ انت خلاص عارف ان في 5% مرتجعات راجعه لك. ال 5% دول ما ينفعش تعترف يعني انت النهارده بعت مثلا ب 10,000، تمام، ال 10,000 دول هتطلع 5% منهم مرتجعات. انت عارف ان في 5% من ال 10,000 دول يعملوا مثلا وليكن 500، فانت عارف ان في 500 وحده ايا يكن يمثلوا قد ايه، خلاص، او 500 جنيه ايا يكن هيرجعوا لك. خلاص. لا هم 2000، يعني 5% في ال 10 2000، تمام. خلاص. فال 2000 دول ايه راجعين لك، مش هينفع انت النهارده هتعترف بايراد ب 8 فقط، ب 8 فقط. سامحوني على الحسابات، يعني انا بس قصدي ان انت الكونسبت يوصل لك، ان انت النهارده خلاص عارف في برسنتج معينه مش هينفع تعترف بيها كايراد. قال لك الشركه بتحسب الايراد المتوقع ايه يحتفظ به العملاء فقط، اللي انت خلاص عارف ان العميل ده مش هيرجعه، هنا ساعتها الشركه بس هي بتعترف بكايراد. طيب طرق تقدير المرتجعات. قال الشركه والله بيبقى عندها طريقتين في حسبه الايه المرتجعات. قال لك هو كان كالكوليت الليفل اوف ريتيرن يوزنج الاكسبكتد فاليو ميثود، تمام، ان انت بتعتمد بتحط بروبابيلتيز كتيره بقى.
خلاص. وكميات، والله انا مثلا عندي احتمال ان 50% المنتج ايه، أو مثلا او 10% من المنتج ايه، و7% من المنتج بي، ومش عارف و3% بتمشيها كده. طيب الطريقه الثانيه طريقه المبلغ الاكثر احتمالا، الموست لايكلي اماونت. قال لك هنا لما بيبقى انت خلاص عارف ان في حاجه متاكد فيها بنسبه 90% ان المنتج ده 90% منه راجع، فخلاص انت النهارده ايه 90% من مثلا، يعني انا بدي يعني ايه امثله، لكن خلينا نقول ان الموست لايكلي دي حاجه انت متاكد منها بنسبه كبيره جدا. تمام. وهو هنا طبعا ده برضو مثال سؤال جه في 2019، مش هنحله دلوقتي. خلينا ننتقل للجزئيه اللي بعديها اللي بيتكلم فيها عن البرنسبل فيرسس الايه الايجنت. في جزئيه كده كنا المفروض نتكلم فيها، اللي هي الخاصه بالاثار المحاسبيه او الاثار المترتبه في حال ان انت النهارده هتعمل ايه لو في جزء متوقع كالتزام ان في بضاعه راجعه او حاجه راجعه. قال لك ان انت اول حاجه يا اما بتسجل ريفاند لايبيليتي، ان انت بتسجله كالتزام عليك لحد ما الشركه تتاكد الايه ان المبلغ ده هيرجع ولا مش هيرجع. في الحاله دي انت النهارده بتخصم الريفاند لايبيليتي ده من الايراد بتاعك، او ان انت بتثبته كاصل لاسترجاع البضاعه asset for the right to the recover returned goods. تمام. انت ده يعتبر اصل ثابته كاصل لحد ما تشوف الايه البضاعه دي هترجع ولا مش هترجع. قال لك ده اصل يثبت لان الشركه ليها الحق ان هي تسترجع البضاعه من العميل. خلاص. فهنا انت بتسجل بقيمه تكلفه البضاعه المتوقع رجوعها، او ان انت النهارده بتخصم من تكلفه الايه البضاعه المباعه. تعال ناخد مثال افضل عشان نبقى فاهمين الموضوع يعني بشكل عملي اكتر. قال لك ان انت النهارده شركه باعت منتجات ب 100,000، وبتتوقع ان في 10% من المنتجات دي ايه هترجع. قال لك خلاص والله انت هتعترف النهارده بكام؟ ب 90,000 جنيه فقط. انت خلاص طرحت ال 10% اللي هم يمثلوا كام؟ 10,000. طيب قال لك الريفاند لايبيليتي بتاعك هنا هم ال 10,000. تمام. فانت عندك الريفاند لايبيليتي اللي هم ال 10,000، او ان انت النهارده هتسجل اصل كتكلفه يعني من تكلفه البضاعه المباعه 10% من البضاعه. تمام. وليكن مثلا 6,000. خلاص. فده كان باختصار شديد ان انت النهارده يا اما هتسجل 10% كالتزام ريفاند لايبيليتي، هتنزل بايراد 90,000 فقط. تمام. زي ما قلنا المثال اللي هم ال 100 خدنا منهم 10%، او يا اما تشوف الاسيت دي بتكلف قد ايه كنوع من الكوجز، وتثبتها كايه، تخصم ال 10% دي من التكلفه. يبقى يا اما تسجلها كاصل، يا اما ايه، عفوا، يا اما تسجلها كالتزام عليك ريفاند لايبيليتي، يا اما تسجلها كتكلفه، يعني تخصم 10% من تكلفه البضاعه المباعه بتاعتك. تمام. ان انت تاخدها كاصل وتخصم الاصل ده من تكلفه البضاعه المباعه. هتقول ديبت الايه الاسيت، كريدت الايه كريدت الكوجز، هتخصم 10%. دي طريقه، يعني هي دي في النهايه طرق ان انت ازاي تثبت المبلغ اللي انت متوقع ان هو ممكن يرجع لك من المبيعات بتاعتك. قال لك يا اما تثبته كايراد، عفوا، يا اما تثبته كالتزام عليك بنسبه معينه من المبيعات، يا اما تثبته كاصل وتخفضه من الايه من تكلفه البضاعه المباعه. ده باختصار شديد عشان ما نصعبش الامور على نفسنا يعني. خلينا ننتقل للجزئيه اللي بعديها اللي هي بتتكلم عن البرنسبل والايجنت، اللي هو الاساسي والوكيل. يعني ايه فكره الاساسي او الرئيسي والوكيل ده؟ قال لك البرنسبل ده هو الكيان اللي بيتحكم في البضاعه او الخدمه قبل ما تروح للعميل. قال لك ان هو if it controls the promised good or service before transfer to customer. طيب قال لك في ايه تاني؟ قال لك كمحاسبيا الكلام ده بيتعالج ازاي؟ قال لك ان انت بتعترف بايراد عفوا، هو هنا بيقول لك when the BO is satisfied the entity recognize revenue in the gross amount of the consideration to which it expect to be entitled for those good or services. قال لك ان انت النهارده لما يتم تسليم البضاعه او الخدمه، الكيان او اللي هي الشركه نفسها تبدا تعترف بالايه بالايراد بالقيمه الاجماليه الجروس ايه ريفينيو، يعني السعر كامل اللي اتفق معاه على العميل. وليكن مثال شركه بتبيع مثلا لابتوبات من الانفنتوري بتاعها الخاص. خلاص هنا الشركه هنا هي اللي بتمتلك البضاعه وبتتحكم فيها، تعترف بايراد عادي. انت النهارده ما وسطتش حد يبيع لك حاجتك دي من الاخر. هي فكره الايجنت ده ايه؟ ان انت النهارده في محلات بتنزل تبيع
واخده توكيل نوكيا او توكيل ايفون او توكيل، وليكن لو انت راجل بتبيع موبايلات، فده مجرد ايجنت. انت ممكن تروح لايفون نفسها او نوكيا نفسها وتشتري المنتج منها عادي، بس في شركات بتعمل كده كنوع من ايه، من الماركتنج، ان هي بتكسباند نفسها وبتكبر. يعني هي عايزه يبقى ليها ايجنت، وكلاء يبيعوا لها منتجاتها عشان تكبر. دي فكره الايه، بس هنا الايجنت الايراد بتاعه بيتمثل في العموله، عموله ان هو وسيط، مجرد ان هو بيبيع الايه المنتج ده، بس الايراد رايح له، مش رايح له هو رايح للشركه الام نفسها، البرنسبل نفسه. طيب امتى تقول على نفسك وكيل، وامتى تقول على نفسك برنسبل؟ يعني ايه هي المواصفات اللي انت لما تشوفها يعني انت ازاي تميز ما بين ان انت فكره ان انت برنسبل او ايجنت؟ انت ازاي تعمل الكلام ده؟ في مؤشرات بتساعدنا ان احنا نحدد الكلام ده. قال لك انه يبقى في طرف تاني هو المسؤول الاساسي عن تنفيذ العقد. تمام؟ فده يعني وليكن لو احنا قلنا مثلا في طرف غير الشركه هو اللي بيوصل الخدمه او البضاعه، خلاص فهنا ده كده انت اصبحت ايجنت مش برنسبل. طيب لو انت مش بتتحمل المخاطر، لو الريسك مش عندك، الشركه ما عندهاش مخاطره التخزين او المرتجعات، فهنا انت هنا برضو ايجنت. خلاص. طيب السعر بيتحدد من الطرف الثاني مش من الشركه، يعني لو انت مش انت اللي بتحدد السعر برضه تبقى انت كده ايه، ايجنت. لو العميل ما دفعش والشركه مش بتتحمل الخساره، يعني الشركه مش مسؤوله عن تحصيل الفلوس من العميل، برضه كل الحاجات دي بتقول ان انت ايه، ان انت ايجنت. يبقى انت باختصار امتى تبقى انت بنقول عليك ايجنت؟ لا اهو قال لك في indicators that entity an agent rather than principal. قال لك اول حاجه انه another party is primarily responsible for fulfilling the contract. خلاص، الطرف الثاني هو المسؤول عن اداء الايه، ان هو اداء العقد او الحاجات اللي موجوده في العقد سواء سلعه او خدمه. قال لك ان الانتيتي، تمام، الشركه doesn't have inventory risk، ما عندهاش مخاطر تخزين. خلاص. before or after the good have been ordered، سواء قبل او بعد ما الايه، ما السلعه يعني يتم توزيعها للعميل، سواء او تم شحنها للعميل لو هي منتج. خلاص. قال لك ان الانتيتي doesn't have discretion، مش هي اللي بتحط السعر، مش هي اللي بتسعر. خلاص. ان الانتيتي consideration in the form of commission، هنا اصبح ان فلوسك هي عباره عن عموله مش الايراد بتاع العقد ككل. خلاص. والانتيتي از نوت اكسبوزد تو كريدت ريسك، الشركه مش معرضه ان هي ما عليهاش اي مخاطر في حال عدم تحصيل الفلوس من العميل او لا. يعني انت النهارده رحت بعت الحاجه للعميل وقلت له انا عايز الفلوس عشان خاطر مثلا اللهم صل على النبي، ان انت النهارده رحت للعميل بتقول له انا عايز الفلوس عشان نحصل، العميل قال لك لا. طب انت مسؤول في حاجه؟ لا، انت مالكش دخل. المسؤول عن الموضوع ده مين؟ البرنسبل نفسه. فدي كلها حاجات بتقول ايه، يعني بتؤدي الى فكره ان انت ايجنت مش ايه، مش برنسبل. دي بالنسبه للجزئيه الخاصه بالايه، بالايجنت والبرنسبل. هندخل على الجزئيه اللي بعديها اللي بتتكلم عن الكونساينمنت اجريمنت. تمام. الكونساينمنت اجريمنت ده اللي هو اللي احنا بنقول عليها بضاعه الايه، بضاعه الامانه. الكونساينمنت اجريمنت دي اللي احنا بنقول عليها ايه، بضاعه بضاعه الامانه. طيب ايه هي بضاعه الامانه دي؟ بيقول لك when a product is delivered to customer under consignment agreement the dealer doesn't obtain control of the product at that point in time, no revenue recognized upon delivery. قال لك ان انت النهارده عندك منتج خلاص is delivered to customer under consignment agreement. انت النهارده دخلت عقد ايه، consignment agreement، في اتفاق ان انت قلت لحد ما يعني شيل البضاعه دي عندك، خلاص، عشان انا ما عنديش مخازن تكفي البضاعه دي، فخليها عندك. قال لك طبعا ان هنا النهارده الديلر مش بيوبتين الكنترول، هو ما عندوش كنترول على الحاجه دي لانها مش بتاعته، هو مجرد شايل البضاعه عنده لحد لما يبدا ان هو ايه، يبيع الحاجات دي. انت مثلا عملت مثلا خرجت بضاعه من مكان لمكان تاني، هي في النهايه بضاعتك، بس انا مجرد شلت البضاعه دي عند حد، ولما يبدا هو يبيع لي انا ابدا اثبت ايراد، هو مش هيثبت ايراد. قال لك ايه الانديكيتورز بقى الخاصه بالكونساينمنت اجريمنت دي؟ قال لك ان البرودكت از كنترولد باي ذا انتيتي، ان المنتج ده السيطره الكامله عليه من المؤسسه صاحبه الحاجه. until a specified event ايه، until a specified event occurs the product is sold or specified period expires. يعني
انه هنا المنتج ده بيتم التحكم فيه بشكل كامل من قبل المؤسسه اللي هي صاحبه الحاجه نفسها، تحت ظروف او ايه، يعني سبيسيفايد ايفنت اوكورد، بمعنى ان هو في احداث معينه بتحصل. قال لك ان البرودكت ده مباع، تمام، او ان هو ان المنتج ده مباع، او ان هو في فتره الاكسباير ديت بتاعته ان هو خلاص ايه، يعتبر ان هو انتهى، او المنتجات دي خلاص خلصت، او يعني الاكسبايري ديت بتاعتها بقت موجوده، او في فتره الاكسبايري ديت بتاعتها. The entity can require the return of the product or transfer it to another party. قال لك ان هنا المؤسسه قادره ان هي، او محتاجه ان هي ترجع المنتج بتاعها، او ان هي ايه، ممكن توديه لمؤسسه تانية. قال لك دي كلها حاجات بتقول انه، او دي انديكيتورز بتدل ان الشركه دي داخله في عقد كونساينمنت، بضاعه امانه، ان هي شايله البضاعه بتاعتها عند حد، ازاي ان عندها سيطره كامله، ولكن هي تحت ظروف معينه البضاعه دي اتباعت، بس يعني خلاص اوريدي اتباعت، بس ايه، العميل مش هيقدر يستلمها دلوقتي، وهو ما عندوش مخازن يحط البضاعه دي، فراح قال ايه لمؤسسه ثانيه، خدي البضاعه دي حطيها عندك. ان الانتيتي ريكواير ذا ريتيرن اوف ذا برودكت، ممكن مثلا ممكن قدام فيما بعد تقدر ان هي ترجع البضاعه دي تاني، ما حاجتها، بس هي شايلاها عند حد، فده معناه ان هي ايه، في ده كونساينمنت اجريمنت، او ان هي مثلا توديها لمؤسسه تانيه. خلاص. قال لك ان الكاستمر ديلر او ديستريبيوتور doesn't have an unconditional obligation to pay for the product. ان العميل النهارده خلاص يعني مش مشروط عليه او التزام ان هو سواء هو كديلر او ديستريبيوتر اللي بيوزع ده، ان هو يدفع ثمن البضاعه دي، هو ملوش علاقه بحاجه زي كده، لان هو مجرد ايه، هو حد بيتشال عنده البضاعه. طيب الكنترول اوف ذا انفنتوري هاز بين ترانسفيرد تو ذا ديلر. لو هنا حصل انه في مثلا التكلفه، السيطره على المخزون دي اتنقلت للديلر، تمام، قال لك ذا انفنتوري شود بي recognized in the dealer's statement financial position. خلاص هو هنا يقدر يسجل كمخزون بقى، لان البضاعه بقت ايه، اتنقلت، الكنترول اتنقل عنده هو، with corresponding liability to the manufacturer. والناحيه الثانيه هو بيسجل ايه، التزام. خلاص. من الناحيه الثانيه ايه، هو بيسجلها عادي، اللي هو عشان بس نبقى فاهمين يا جماعه، الديلر ده هو صاحب الحاجه نفسها. خلاص. والناحيه الثانيه الشخص اللي اداله الحاجه بيسجلها لايبيليتي عنده. تمام. طيب any deposit should be deducted from the liability. بمجرد ما انت في اي تحصيله تتم بيخفض من الايه، من اللايبيليتي اللي عليه، واي زياده يعتبر اي بي بتسجل كمورد عنده. طيب الكنترول اوف ذا انفنتوري هاز نوت بين ترانسفيرد تو ذا ديلر. في حال بقى ان هو الكنترول بتاع الانفنتوري ده ما اتنقلش للديلر، قال لك ذا انفنتوري شودنت بي ريكوجنايزد، مش هيسجل مخزون عنده في الدفاتر بتاعته، ولا هيسجل عنده كالتزام. خلاص. ما هو لما كان هو الديلر الكنترول اللي راح له، هو اصبحت البضاعه دي خلاص انفنتوري في الفاينانشال ستيتمنت والتزام عليه. بمجرد ما يبدا ان هو يحصل فلوس، يبدا ان هو ايه، يسجلها كمورد عنده كاي بي. اما في حال ان هو ما فيش حاجه اتنقلت له، قال له خلاص مش هينفع ان هو، مش هيعترف بمخزون في قوائمه، تمام، لحد ما ايه يحصل تحويل للكنترول، تمام، ويحصل تحويل للايه، للكنترول عنده. any deposit should be included under other receivables. دي بتدخل تحت حساب الايه، عملاء اخرين. خلينا نعيد شرح الجزئيه دي تاني باختصار شديد عشان ما نطولش عليكم فيها. يبقى احنا بنقول فكره الكونساينمنت اجريمنت، ان انت النهارده ده عقد اسمه بضاعه الامانه. خلاص. انت رحت شلت بضاعتك عند حد. خلاص. طيب بس لسه الكنترول معاك والبضاعه بتاعتك، وانت اللي بتملك السيطره عليها، وانت اللي مسعر، وانت الكل في الكل. خلاص. فدي كلها انديكيتورز بتقول ان انت ايه، انت صاحب الحاجه، وانت الشركه المصنعه للحاجه، فخلاص انت مجرد بس شلتها من مخازنك وديتها لحد تاني. طيب ايوه، الحد التاني ده خلاص لو اشتراها منك، هي دي بقى الكيس اللي هو بيقول لك كنترول اوف ذا انفنتوري، راح ان السيطره بتاعت الحاجه دي اتنقلت للديلر، التاجر نفسه. خلاص. لو اتنقلت للتاجر، هنا التاجر بقى غصب عنه لازم يسجل مخزون في الفاينانشال ستيتمنت بتاعته. خلاص. واي فلوس دفعها، تمام، كدفعات مقدمه، يعني الدفعات، الفلوس اللي دفعها دي خلاص بتتسجل عادي، ان هو الناحيه الثانيه صاحب الحاجه نفسه بيسجلها كالتزام، وهو الفلوس اللي دفعها دي خلاص
بيبدا ان هو يخفض من الايه، من الالتزام اللي عليه اللي كان مسجله لما البضاعه دي راحت له. تمام. واي فلوس بيبدا ان هو يدفعها، المبالغ المتبقيه لسه في ثمن البضاعه بيسجلها كايه، كاي بي اللي هو او التريد بيبلز اللي هي الدائنين. طيب لو في حال ان هو الكنترول ما اتنقلوش، خلاص مش هيقدر ان هو يسجل انفنتوري، وبالتالي الفلوس اللي هو دفعها دي يعتبر ان هي كانها تحصيلات، او زي ما بنقول كده عربون، تامين، اصول عادي جدا. هي فلوس دفعها لسه دفعات مقدمه بتتسجل كانها دفعه تامين عربون، لان هو لسه اوريدي ما فيش بضاعه اتنقلت له، فمش هيسجل انفنتوري. ده كان باختصار شديد اللي هو الكونساينمنت اجريمنت او بضاعه الايه، الامانه. هو هنا في مثال اهو بيقول لك هوم سيلر سبلاي جودز تو ريتيلر. خلاص في واحد مورد، تمام، بيورد بضاعه لريتيلر تحت يعني بيزد اون الكونساينمنت بيز، يعني على اساس الايه، ان هي بضاعه امانه. قال لك ان الهول سيلر ده بيريتين تايتل انتل ذا جودز ار سولد باي ذا ريتيلر. تمام. الهول سيلر بيريتين تايتل انتل ذا جودز ار سولد باي ذا ريتيلر. يعني ايه الكلام ده؟ قال لك ان الهول سيلر ده بيريتين التايتل انتل ذا جودز ار سولد باي ذا ريتيلر. يعني الراجل اللي هو الهول سيلر ده احنا اتفقنا ان هو المورد ذات نفسه، تمام، بيحتفظ بالبضاعه دي، تمام، لحد ما تتباع عن طريق الريتيلر اللي اداله البضاعه. قال لك ذا ريتيلر دازنت باي ذا هول سيلر انتل ذا جودز ار سولد. هنا النهارده الريتيلر ده اللي خد البضاعه بس ما دفعش ثمنها لحد النهارده. قال لك الهول سيلر until the goods are sold and any unsold goods can be returned. تمام. والانسولد جودز دي لسه ممكن ترجع في اي وقت. قال لك in this situation control of the good is not transferred to the retailer، لان هو لا يملك شيء. هو بص هنا بيقول لك ايه، ان الريتيلر doesn't pay the wholesaler لحد النهارده هو ما دفعش حاجه للهول سيلر، تمام، لغايه لما البضاعه تتباع، والجزء الغير مباع ممكن يرجع. معنى الكلام ده كله ايه؟ ان هو في الاخر هو مجرد راجل مخزن بيشيل الحاجه بس عنده، ملوش علاقه باي حاجه. قال لك في الحاله دي هنا الكنترول ما راحش للريتيلر، لان هو لا يملك حاجه منه، يعني هو لا يملك من الامر شيء. البضاعه لحد النهارده هو مجرد شايلها عنده فقط، ما دفعش ثمن حاجه. هو بيقول له انا هات البضاعه اشيلها لك بس عندي، الحاجه اللي هتتباع هقول لك اتباعت، اللي ما اتباعتش خد شيلها عندك تاني. فهنا في الحاله دي ايه، ده على طول كونساينمنت ايه، كونتراكت. قال لك سو ات از اونلي ذات ذا بوينت ات ذا هوم سيلر كان ريكوجنايز ريفينيو. في الحاله دي هنا بمجرد ما البضاعه تتباع على طول الهول سيلر يسجل ايه، يسجلها كايراد عنده. تمام. هنبدا ندخل على الجزئيه اللي بعديها، اللي هو بيتكلم عن حاجه اسمها البيل اند هولد. يعني ايه البيل اند هولد اجريمنت ده؟ بيقول لك يعني فوترني وخليها معاك دلوقتي. وفي صناعات مشهوره بالحكايه دي، يعني زي صناعات الرخام. انت النهارده عندك مصنع رخام يعني بتصنع، طبعا اللي شغال في الرخام عارف الكلام ده، ان هي بيبقى ليها وزن معين واحجام معينه، وبتبقى احجام ضخمه. فانت النهارده مش قادر، ما عندكش مخازن تستوعب الكميات دي. خلاص ماشي، لان الموضوع بيبقى بالطن والموضوع يعني انت شركه بتصدر رخام يعني، بتصدر بلوكات حوالي 30 40 طن، بس ما عندكش مكان يشيل الكميات الضخمه دي. فانت النهارده مضطر بتقول ايه، خلاص، وفي حد عميل جه اتفق وهياخد البضاعه دي، بس انت العميل بيقول لك انا ما عنديش دلوقتي مكان اشيل فيه الحاجه، ففوترني وخليها معاك بيل اند هولد. خلاص. ف باختصار شديد يعني، عشان ما نطولش في القصه بتاعت البيل اند هولد دي. تمام. هو الموضوع قايم على، قال لك في مجموعه من الشروط. تمام. خلينا نقرا كده الكلام ونشوف هو بيقول ايه. هو بيقول لك under bill and hold agreement the goods are sold but remain in the possession of the seller. البضاعه اتباعت وكل حاجه، ولكن لسه موجوده قاعده عند البائع for specified period، لحد فتره معينه. perhaps because the customer lack storage facilities، لانه العميل عنده ايه، مشاكل في مساله الايه، في مساله التخزين دي، فمش قادر ان هو ايه،
ياخد منه البضاعه دلوقتي، فيقول له عادي فوترني وخلي البضاعه عندك، ولما الدنيا تتظبط عندي هاجي اخد منك البضاعه. بس البضاعه اوريدي يعني اتحط لها الليبل واتكتب عليها اسم العميل وخلاص، والامور كلها متستفه والدنيا تمام، فاضل بس ان هي واقفه على الشحن، العميل يجي يشحن ايه، يجي يشحن البضاعه دي. قال لك ان الانتيتي ويل نيد تو ديترمين at what point at the customer obtain control of the product. بمجرد الشركه اللي باعت ايقونه خلاص اللحظه اللي العميل هيجي يشيل فيها البضاعه تنزل بايراد على طول. قال لك for some contract، تمام، for some contract control will not be transferred until the goods are delivered to the customer. يعني في بعض العقود السيطره ما بتتنقلش لحد ما البضاعه تتسلم للايه، بالفعل للعميل. يعني بمجرد خلاص الحاجه دخلت مخازن العميل على طول يا باشا اعترف بايراد. For others، في عقود تانية لكن الكاستمر may obtain control even though the goods remain in the entity physical possession. يعني حتى في عقود تانية بالنسبة له هو خلاص باع، الكنترول اتنقل حتى لو لسه البضاعة عندك. فالموضوع بيختلف من ايه، من عقد للتاني. In this case the entity would be providing custodial service. In this case the entity would be providing custodial services which may constitute a separate performance obligation to the customer over the customer's assets. قال لك في الحاله دي الشركه او المؤسسه would be providing custodial services which may constitute a separate performance obligation، اللي هي ممكن ان هي بتسجلها كالتزام عليها، تمام، لحد ما الايه ما العميل يبدا يجي ياخد الايه الحاجه دي. طيب هو بيقول لك في بعض الشروط او الكرايتيريا، تمام، اللي قال لك for a customer to have obtained control for a product or of a product in a bill and hold arrangement، عشان نقول ان ده عقد بيل اند هولد، تمام، والعميل استلم الكنترول ولكن هو مأجل ياخد البضاعه دلوقتي. قال لك في 4 شروط. قال لك اول حاجه the reason for a bill and hold must be substantive for example requested by the customer. يعني هو الموضوع جاي بناء على طلب العميل، هو العميل مش جاهز انه يستلم البضاعه دلوقتي، مخازنه مش جاهزه مش فاضيه. تاني حاجه the product must be separately identified، ان المنتج، تمام، لازم يكون محدد بشكل منفصل ويخص العميل، تمام. ذا برودكت ماست بي ريدي فور فيزيكال ترانسفير تو ذا كاستمر. تاني نقطه دي يعني مثلا خلاص البضاعه دي بقت مباعه للعميل، ما حدش يقدر يجي ناحيتها. والحاجه الثالثه ان هي خلاص جاهزه ان العميل ممكن يستلمها في اي وقت. the entity can't have the ability to use the product، والمؤسسه نفسها او الشركه نفسها ما تقدرش تيجي ناحيه الحاجه دي لانها اوريدي بالفعل باعتها خلاص، فما تنفعش تيجي ناحيتها او تيجي تديها لحد تاني. فده فكره الايه البيل اند هولد. طيب اخر حاجه عندنا طبعا ده اكزامبل برضو، بيقول لك ان في شركه دخلت مع عقد مع عميل في 1/1/2018 باعت له مكنه وسبير بارتس، تمام. قال لك ان هي خدت سنتين عشان تصنع الكلام ده. في 31/12/2019، تمام، قال لك ان الكاستمر بيز فور بوث ذا ماشين، تمام، والسبير بارتس. العميل جه دفع للمكن والسبير بارتس اللي هي الاجزاء الثانيه من يعني قطع غيار وحاجات زي كده يعني. but only take physical possession of the machine. يعني العميل دفع الفلوس بس ايه، ساب المكنه. يعني the customer inspects and accepts the spare parts but requests that they continue to be stored at the entity's warehouse. تمام، هو استلم عفوا المكنه وقال ان السبير بارتس ايه هيخليها شويه في المخازن بتاعت الشركه. there are now 3 performance obligation. في الحاله دي احنا عندنا 3 performance obligation خلاص. ايه هم؟ قال لك ترانسفير، ان هو يوصل الماشين، تمام، والسبير بارت اند ذا كاستوديال سيرفيسز، اللي هو فكره الاحتفاظ بالايه، بالسبير بارت في المخازن بتاعتي. فهو هنا اصبح ان ايه، في 3 بيرفورمانس اوبليجيشن عند الشركه نفسها اللي هي بتبيع، السبلاير نفسه يعني. قال لك ان الترانزاكشن برايس از الوكيتد تو 3 بيرفورمانس اوبليجيشن، وهنعمل الوكيشن كل واحده ليها سعر، والريفينيو ريكوجنايزد وين كنترول باسز تو ذا كاستمر. برضه هنعترف بالايراد لما الكنترول ايه يتنقل للايه. ذا ماشين اند سبير بارتس ار بوث بيرفورمانس اوبليجيشن ساتيسفايد ات بوينت اوف تايم. قال لك ان المكنه والسبير بارتس البيرفورمانس اوبليجيشن هيتم الاعتراف بيهم في لحظتها، وهنا بيراجع لك على الجزئيه بتاعت البوينت اوف تايم واوفر تايم. اند فور بوث اوف ذيم ذات بوينت ان تايم في 31/12/2019، لان ده الوقت اللي هو دفع فيه والحاجه ايه اتنقلت له، تمام، او ان البرفورمانس اوبليجيشن ده هو حصل ساتيسفايد خلاص، هي المكنه بقت بتاعته، تمام، لان الفيزيكال بوزيشن اتنقل ليه، والسبير بارت كذلك. The customer has paid for them. The customer has legal title to them. دي كلها شروط.
ما انت لازم يكون الكنترول يتنقل والليجال تايتل يروح للعميل، تمام، والكنترول كله بقى ايه اتشال من على الايه من على السبلاير ذات نفسه يعني. the custodial services are performance obligation satisfied over time. لما ليه اوفر تايم؟ لان هو كل فتره هيروح ياخد مجموعه من القطع الغيار دي، فكل ما ياخد مجموعه من القطع الغيار يبدا ان هو يعترف بها كايه كاراض. فهنا انت اصبح ما ينفعش ان انت تنزل بالكاستودال سيرفيسز ات بوينت اوف تايم اوفر تايم. ليه؟ لان انت لسه الكنترول ما اتنقلش كله مره واحده ولسه في لايبيليتي عليك، اللي احنا قلنا ده برفورمانس اوبليجيشن. فالبرفورمانس اوبليجيشن يتقفل بمجرد ما يحصل تحرك للحاجه دي من عندك لحد مين؟ لحد العميل. ده كان بالنسبه للاكزامبل. اخر حاجه هناخدها الريبيرشز اوبشن. طبعا عندنا كول اوبشن وبوت اوبشن. ايه هي الفكره بتاعت ان هي اتفاق اعاده الشراء؟ قال لك ان انت النهارده هو ترتيب الشركه بتقوم فيه بان هي مثلا باعت اصل لطرف اخر، عميل او ايا يكن مؤسسه او حاجه يعني، لكن في نفس الوقت هي بتحتفظ بحق ايه او التزام اعاده الشراء الاصل ده في المستقبل. انت النهارده اشتريت حاجه، تمام، وبتقول والله انا هرجع اشتري الحاجه دي تاني في المستقبل. يعني ببساطه كده انا هبيع لك الاصل لكن هرجع ايه هرجعه لنفسي تاني بعد فتره. قال لك طبعا ان الاتفاقيات دي فيها انواع، يعني عاده الشراء ده فيه كذا نوع. قال لك ان انت تدخل عقد فورورد كونتراكت بيلزمك انك ترجع تشتري الحاجه دي تاني، فطالما انت هترجع تشتري الحاجه دي تاني فانت مش هتعرف انك تعترف بايه بايراد، تمام. طيب الحاجه الثانيه كول اوبشن. انت النهارده الشركه ليها الحق فقط ان هي تعيد اعاده شراء الاصل، يعني معاها حق، يعني هي ما عندهاش التزام انها تشتري، يعني مش مجبره على كده. والحاله الثالثه والاخيره اللي هي بوت اوبشن، هنا العميل هو اللي عنده الحق انه يطلب من الشركه ان هي تعيد شراء الايه الاصل. فاصبح انت هنا في الحاله دي الموضوع اصبح منقول للعميل بقى، فانت هنا في الحاله دي تقدر تعترف بايراد عادي. طيب تعال نشوف كده. هو بيقول لك ايه؟ انه under repurchase agreement الانتيتي sell an asset and promise or يعني ان هي يعني promise or has the option to the repurchase، يعني اما يكون عندها زي ما قلت الايه ان هي يكون معاها الحق او ان يكون عليها التزام ان هي تشتري ده. وقلنا الثلاث حاجات، الثلاث حالات: obligation انها تريبرشز اللي هو الفورورد، او معاها الحق ان هي تشتري او ما تشتريش ده كول، او ان الانتيتي لازم، تمام، ما هو في التزام وفي حق وفي ان هي مجبره تعمل ايه. قال لك ان الفورورد كونتراكت والكول اوبشن ده مستحيل يعترف بايراد. خلاص، الكاستمر دازنت اوبتين كنترول اوف ذا اسيت، لان العميل هنا ايه عمره ما هيحصل على لان لسه العميل ما خدش الكنترول بالظبط، لان هو باع وهيرجع الحاجه دي ترجع للي اشترى منه قبل كده تاني. فبالتالي طالما مفيش كنترول يعني مفيش ايراد، هيقدر التاني خلاص هيعترف بايراد ايه؟ ما الحاجه اللي باعها هيرجع ياخدها تاني، مش هيعرف يعترف بايراد. ده في حاله الكول اوبشن والفورورد كونتراكت. ليه؟ لان الاولى عليه التزام انه يشتري والثانيه معاه الحق انه يشتري، يعني ممكن يشتري وممكن ما يشتريش بس في الاغلب ممكن يشتري. طيب قال لك انه الريبيرشيز برايس. بص بقى في الحته دي، قال لك لو انت النهارده جيت تشتري سواء بقى فورورد او كول اوبشن، لو جيت تشتري تاني بس اشتريت بمبلغ اقل من اللي بعت بيه، هنا الموضوع كانه ليز، تاجير تمويلي. وليكن انا النهارده بعت لك مكنه ب 100,000، رجعت اشتريتها منك ب 80، خلاص ال 20,000 دول هم ايجار المكنه، كانك انت ايه انا اجرت لك الاصل ده. انا جيت اشتريت انا بعته لك ب 100 ورجعت اشتريته ب 80، خلاص ال 20 دي ايه؟ كانها هي دي ايه؟ الايجار بتاع المكنه دي. طيب لو انت جيت تشتريه برقم اكبر من اللي انت بعت بيه، معناه ان انت كنت مزنوق في قرشين وعايز تبيع الحاجه دي دلوقتي وهترجع تشتريها تاني بالغالي. فمعنى كده ان انت الزياده بقى دي لو انت اشتريتها مثلا كنت بايعها ب 100 واشتريتها ب 110، فال10 دي انترست على طول. خلاص. طيب البوت اوبشن بيقول لك ان الانتيتي از اوبليجد، تمام، عليها التزام ان هي تيربيرشز ات ذا ريكوست اوف ذا كاستمر، بناء على طلب العميل. ات ماست كونسيدر whether or not the customer is likely to exercise the option. تمام، العميل هنا ممكن ان هو يستفيد بالاوبشن ده. هنا قال لك بص بقى في الحاله دي، لو الريبيرشز برايس از لور ذان الاوريجينال برايس، لو انت النهارده جيت هترجع تشتري انت هنا كراجل بعت قبل كده، تمام، عشان كده بنقول ليه في البوت اوبشن تقدر تعترف بايراد. هنا لو انت جيت تشتري باقل من الفير فاليو او الاوريجينال برايس، خلاص الراجل اللي انت هتروح تشتري منه اللي انت كنت بعت له، هو عارف ان سعر المكنه بره مثلا
وليكن 100 وانت بتقول انا هشتريها منك ب 90، هيرضى يرجعها لك؟ لا مش هيرجعها لك. فخلاص هنا يعتبر كانها ايه، هنا يعتبر آه هنا يعتبر كانها خلاص هي انت مش طالما مش هيرضى يرجعها لك، فانت تقدر تنزل بايراد خلاص وانت حاطط في بطنك شادر بطيخ صيفي خلاص. اما في حال لو انت هتشتريها بمبلغ اكبر من الفير فاليو هيديها لك عادي، بس انت في الحاله دي كانها برضو كانت ليز، انت كانك انت كنت ليسور مستاجر مؤجر للايه للاصل ده، ورجعت ايه تاخده تاني يعني. ده كان باختصار فكره الريبيرشز اوبشن، اللي هي ان انت بتبيع وترجع تشتري، سواء بقى زي ما قلنا ان انت عندك، لو جينا مثلا ناخد النقطه دي تاني باختصار نلخصها في الجدول ده. احنا عندنا فورورد كونتراكت وكول اوبشن وبوت اوبشن خلاص. طيب قال لك الفورورد والكول مستحيل يعترف بايراد، مستحيل. تمام. البوت اوبشن فقط هو اللي ايه هيقدر ان هو يعترف بايه بايراد. تمام. في الايه في حاله لو الريبيرشز برايس اقل من الفير فاليو، عمر ما صاحب الحاجه اللي انت يعني الشخص اللي انت بعت له المكنه ده، لو جيت تقول له انا هشتريها باقل من سعرها مش هيديها لك، لان هو عارف ان سعرها بره اعلى، فهيقول لك انت هتبيعها لي بخساره، هتبيعني بخساره. فانت طالما مش هيرضى يديها لك، فانت خلاص ثمن بيعها اللي كنت بايعها بيه قبل كده تقدر تعترف بيه كايراد عادي. ده البوت اوبشن. اما لو جيت تشتريها بالاعلى فكانك كنت ايه، كنت مأجرها له، كانك كنت مأجرها له. في حاله الفورورد والكول مستحيل ان هو يثبت ايراد طبعا، لان هيرجع يشتري الحاجه دي تاني، فطالما هيرجع يشتريها فخلاص مش هينفع يثبت ايراد حاجه هيرجع يشتريها تاني، لانه اوريدي الكنترول ما اتنقلش للي باعها له. الكنترول هيرجع لك لما ترجع تشتري الاسيد ده تاني. قال لك لو اشتريت بالاقل، تمام، يبقى انت كنت كانك مأجرها ليه خلاص ماشي. هو كان مثلا انت كنت اديت له الاصل ده، اجرته له لفتره معينه ورجعت تشتريه تاني بالاقل، فخلاص الفلوس الايه اللي انت كنت واخدها منه زياده دي كانها ثمن ايجار الايه الاصل يعني. او انك انت كنت مزنوق في قرشين زي ما احنا قلنا وبعتها ورجعت اشتريتها بالاكتر عشان انت كنت محتاج فلوس وقتها. فده باختصار شديد اللي هو الايه الريبيرشز اوبشن. واحنا كده يعني دي طبعا امثله على الكول اوبشن والبوت اوبشن. تمام. ممكن دي موجوده في الكتاب يعني انتوا ممكن تقروها. ممكن ناخد مثال دلوقتي مثلا بيتكلم عن الكول اوبشن. قال لك ان الانتيتي مثلا دخلت عقد خلاص ان الكاستمر مع عميل، تمام، ان هي تبيع له تنجبل اسيت، تمام، اصل ملموس يعني في 1/1/2017 مثلا بمليون. الكونتراكت ده عباره عن بيتضمن كول اوبشن، واحنا قلنا ان الكول اوبشن يعني انت معاك الحق انك ترجع تشتري الاصل تاني. ذا انتيتي ذا رايت تو ريبيرشز الاصل بمليون و100، هترجع تشتريه بمليون و100. طيب هي كان الاصل بمليون ورجعت تشتريه بمليون و100، معناه ايه؟ ان هو ده بيتصنف كفاينانس خلاص. ال 100,000 الزياده دي التزام عفوا انترست او فايده على الفلوس اللي هو ايه على الفلوس اللي خدها لما جه باع الاصل ده ورجع اشتراه تاني. وطبعا قال لك ان ال 100 دي هتتسجل كايه كانترست اكسبنس. في 31/12 الاوبشن لابسز ان اكسرسايز ذا كاستمر ناو اوبتين كنترول اوف ذا اسيت. قال لك لو جه في 31/12 والاوبشن ده ما هو ما طبقوش او ما استفادش بيه، قال لك خلاص هنا هو حصل على اوبتين الكنترول بتاع الاصل، ذا انتيتي ويل دي ريكوجنايز الايه الاسيت اند ريكوجنايز ريفينيو بالمليون و100. يعني لو جه فات وقت وما استفادش بالاوبشن الكول اوبشن ده، قال لك خلاص المليون و100 دي هيعترف بها كاراض، مش هيعترف بها كايه، مش هيعترف بها ك زي ما احنا قلنا كالتزام وكده يعني. قال لك ان هو هيدي ريكوجنايز الاصل خلاص. وهيبدا ان هو ينزل بالايراد كله بالمليون و100 خلاص، هيقفل الاصل ده في الايراد. وبكده الحمد لله احنا بنكون خلصنا معيار الايراد. المره الجايه ان شاء الله باذن الله هنحل على المعيار، لان الحل طبعا هيفرق كتير ولازم تراجعه يعني. احنا خدنا كده الكونسبشن فريم ورك وخلصنا معيار ايفرس 15 معيار الايراد، فمهم جدا 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 انك تراجع عشان لما نيجي المره الجايه نحل تبقى انت عارف كل كيس بنحل عليها في انهي جزئيه في المعيار. بس مش هطول عليكم. ربنا يوفقكم وان شاء الله نتقابل المره الجايه مع حل الاسئله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.